بنقع مع السنغال تاني في تصفيات كاس العالم، وماتش هنصعد وما بنصعدش برضه. ايه حكايه السنغال كانت في السنه دي؟ اللي حصل في النهائي، اتعهدنا بعد الماتش قلنا يا جماعه الفرقه دي هنلعبها كمان شهر تاني وان شاء الله هنكسبه. احنا اتفاجئنا هناك باجواء رعب والله العظيم. برضو يا جماعه انا ما بقولش اعذار، ما بديش اعذار، بس اللي احنا شفناه هناك لو كنا كسبنا ما كناش روحنا. والله يا ابراهيم ما كنا روحنا للدرجه دي. هو الليزر اللي كان بيتعمل على اللعيبه بتاعتهم في مصر خدوها ان احنا بايه بنأثر عليهم بقى وكده، فايه اتقلبت علينا هناك. في ضربات الجزاء خسرنا ضربات جزاء وكده، بس انا كنت هادي شويه. يعني المره دي كنت هادي، يعني كنت زعلان وكل حاجه، بس كنت هادي لان كنت بلم حاجات كتير، لعيبه كتير كانت متدمره. الحاجه الوحيده اللي وقفت عنها محمد صلاح. ايه بقى؟ اما رحنا الاوضه انا هو بنقعد جنب بعض في الاوضه، فببص عليه بقول له ما ينفعش. قال لي لا انا مش مصدق. مش مصدق ان احنا مش رايحين كاس عالم. بيقول لي انا هعتزل دولي. بقول لي والله العظيم والله من كتر ما هو. قلت له يا صلاح لك اللاعيبه بتبص عليك، معلش انا عارف ان الموضوع صعب، امسك نفسك. معلش والله انا اول مره اسمع من كتر زعله اللعيبه كلها بتبص عليه. طبعا هو الواجهه بتاعتنا هو المثل الاعلى لينا كلنا. من كتر ما هو مش مصدق قال لك انا هعتزل دولي. اول مره اشوفه بيعيط، اللي هو صلاح ما بيعيطش بسهوله. بيعيطش بسهوله، لقيته بيعيط. انا اعمل ايه تاني؟ والله والله. قلت له يا صلاح بعد اذنك. اول ما اللعيبه شافته بيعيط بقى، فتوح وامام واللعيبه كلها طبعا انهارت جامد، لان طبعا الواجهه بتاعتهم اللي هم اللعيبه الكبيره حواليه، اللعيبه الكبيره لما تيجي ما يحصل اخفاق ولا حاجه اللعيب بيبص عليه هو الرياكشن بتاعه ايه، بيعمل ايه، حاسس بايه. فصلاح وقتها فعلا كان نفسه يعمل حاجه لبلده، وراجل رافع اسم بلده وفخر لينا. الواحد بيروح في اي بلد في العالم بيفتخر بيه. بتحب صلاح انا عارف. طبعا مثل الاعلى والله. طبعا مثل الاعلى، صاحبي واخويا وكل حاجه، وبقالنا 11 سنه و12 سنه في المنتخب بنلعب مع بعض. بس هو بالنسبه لي هو مثل الاعلى، بتعلم منه. طب لما قال لك انا هعتزل دولي في لحظه اللي هي اللحظات اللي بتجيلنا ديت، لحظه ضعف كده او لحظه احساس بخيبه امل، رجع امتى في الفكره على طول؟ لا انا هكمل وانا موجود وانا صلاح اما جينا بقى اجتمعنا كلنا، كان ساعتها الوزير تقريبا، وزير الرياضه او رئيس اتحاد الكوره وقتها تقريبا، كان سياده الوزير اشرف صبحي وقتها تقريبا. كان داخل يقول لنا كلمه وكده، وهو دخل قام وقف قال انا فخور ان انا بلعب مع الجيل ده، وان احنا ان شاء الله هنحاول تاني. خلاص بقى لم الموضوع. هنحاول تاني، وانا واثق ان احنا هنوصل كاس عالم وهناخد بطوله افريقيا، والحمد لله يعني جزء منه اتحقق، ان احنا وصلنا كاس افريقيا تاني. وان شاء الله كاس العالم بقى سوري اللي احنا وصلنا كاس العالم تاني. ايوه. والهدف اللي جاي ان شاء الله كاس افريقيا باذن الله. طيب خلينا